السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم من شوية عن قضية التحرش وعن الوقفة اللي موجودة وهتتعمل بكرة. طبعا احنا حاسين وشاعرين في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده ان في حالة من حالات الاستنفار الامني موجودة على جميع الجهات وفي مختلف المحافظات، حالات موجودة لإزالة المخالفين والباعة الجائلين. وامبارح كنت بتكلم بقول للباعة الجائلين لان فيهم طبعا ناس كتير هم مواطنين مصريين بيحاولوا يرتزقوا باي شكل من الاشكال بلقمة حلال، لكن قلت له يا اخي، وبقول تاني يا اخي، انت احيانا كنت بتبقى واقف على الرصيف وده من زمان، وبتيجي البلدية وبتشيل الازالات او الاشغالات اللي موجودة وكانت الناس تتفاعل معاك، لكن انت نزلت في نهر الطريق وقفلت حارتين من الثلاث حارات في الشارع. فالشغل والجهد اللي حاصل ده في الشوارع هل هيستمر ولا برضو زي ما بنتكلم على الوقفة بتاعت بكرة فورات وانتهينا؟ معايا عبر الهاتف سيادة اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. يعني طبعا جهد مشكور اللي بيحصل، لكن حضرتك قول لنا هذا الجهد هيستمر معانا ولا هتبقى فترة والولاد دول هيرجعوا تاني والحالة تعود كما كانت؟ مساء الخير على حضرتك وتحياتي للساده الضيوف. بالنسبه للحملات دي حضرتك بتوجيهات السيد الوزير احنا ماشيين على المحورين. المحور الاول اعاده الانضباط للشارع المصري من خلال حملات انضباطيه يوميه بالميادين والشوارع الرئيسيه بدايره مديريه امن الجيزه النطاق بتاع القطاع. نعم. وده اتاتى من خلال دراسه ملف مرور الجيزه وضباط القطاع المكاني السيد اللواء نائب مدير الامن والقطاع المختص ومأمور الاسم وضباطه والنظام والمباحث. نعم. ودي حضرتك بنرفع الاشغالات على الاسفلت في نهر الطريق وعلى الارصفه وفي ذات التوقيت بالنسبه لبكره تنظيم الحركه المروريه وتحقيق السيوله التامه من خلال المحاور الجديده اللي تم فتحها في بعض المناطق في الجيزه مؤخرا خلال العده اشهر الماضيه. ودي حضرتك يعني في تعاون مع المواطنين وبنتعاون معاهم في نفس الوقت بالتنسيق مع السيد الدكتور محافظ الجيزه لاعداد اماكن بديله لبعض الباعة الجائلين اللي بيزوروا انشطه منذ فتره. على المحور الاخر حملات على البؤر الاجراميه. نعم. على مستوى المدينه دي بتبقى نهاريه وليليه. نعم. طبعا الطبيعه الجغرافيه دايره كل اسم ومركز والنشاط الاجرامي وبنركز على النشاط الاكراه خاصه. طيب سيادة اللواء، يعني طبعا هذا الجهد برضو مشكور، وبنقول ان احنا يعني عارفين ان محافظة الجيزة دي يمكن تكون اكثر صعوبة من محافظة القاهرة في ظروفها بشوارعها الضيقة بتفريعاتها بعدم التخطيط اللي كان موجود في فترة البناء بتاعها اللي فاتت. البؤر الإجرامية التعامل معاها طبعا احنا حسينا في خلال السنة اللي فاتت انتوا تعاملتم معاها بصعوبة شديدة جدا ولكن نجحتم فيها. هل هيبقى ده على رأس الأولويات؟ باذن الله يا استاذ اسامه. يعني طبعا في بعض المناطق بعض دوائر الاقسام والمراكز بتحتاج استهداف مستمر وحملات لتلك البؤر بصفه مستمره لضبط المسجلين جنائيا والمفرج عنهم والعناصر الخطره اللي بيزاولوا نشاط السرقات خاصه السرقات بالاكراه او سرقات الطريق العام بالاكراه. ودي اللي بنركز عليها مهمه. ودي في مجال المنع احنا موجود اقوال امنيه على الطرق والمحاور عندنا. ان الطرق الرئيسيه عندنا بنتكلم في 8-9 طرق تقريبا لترامي وبعد المسافات للطرق الواصله بين الجيزه وحوالي 10 محافظات متاخمه لحدودنا. وبالنسبه حضرتك للمحاور الاربعه الرئيسيه اللي موجودين في نطاق امن الجيزه. نعم. موجود الاقوال الامنيه على مدار اليوم بالاضافه لحملات بيتم تكثيف التواجد الموجود من الادارات المختصه والاقسام المختصه. طب سيادة اللواء، في يعني عندي استغاثة حضرتك تتذكر الحادث اللي كان حصل على المحور 26 يوليو في 1 فبراير اللي فات للدكتور احمد عمارة
ونجله اللي توفاهم الله واصيبت زوجته ونجله الاخر، حضرتك متذكر هذا الحادث طبعا؟ طبعا. طب يعني أسرة الدكتور عمارة يعني توصلوا هم من خلال جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول اللي ارتكبوا هذا الفعل عن طريق تتبع التليفون المحمول، وعندهم الأسماء بالأرقام القومية، وهناك يعني في طلب ضبط وإحضار من النيابة. أولا إيه اللي تم فيه، ونتوقع أن نغلق هذه القضية اللي أرقت الناس إمتى فن؟ ان شاء الله قريبا، يعني هنتقل مع المدير الباحث والمنظمات الاعمال المشكله، وكان في تواصل مع الدكتور والده. نعم. الناس المحترمه يعني، وانا قلت له في اي وقت مكتبي مفتوح وتليفوني مع حضرته، لو في اي معلومات جديده نضيفها لفريق البحث بحيث يكملوا يعني. نعم. لا ان شاء الله نطمن حضرتك قريبا عليها. ده هم عندهم الارقام بالاسامي بالارقام القوميه بتاعت الناس دي وما الى ذلك، هل هناك صعوبه في الوصول ليهم؟ لا ان شاء الله، طالما دي متوفره ما فيش صعوبه يعني، واعتقد الضباط شغالين فيها يعني. احنا يعني ثقتنا كبيره جدا في حضرتك، في اللي حضرتك بالذات السنه اللي فاتت دي شفناك بتشتغل يعني ليل ونهار، ومعاك حضرات الضباط وكل الجنود وصف الضباط في الشرطه. نتمنى ان شاء الله ان كل حاجه تكون بالشكل اللي يرضيكم، وهو بالتالي اللي يرضينا باذن الله. بشكرك سيادة اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة. يعني كانت بداية كده يعني نحن ابتدينا فيها اننا ننظر الى حالنا في اعادة الامن والانضباط لبلدنا. برحب بضيوفي الكرام سيادة اللواء نصر سالم استاذ العلوم الاستراتيجية، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. وبرحب بالشيخ خالد الزعفراني القيادي السابق بجماعة الاخوان والباحث في الشؤون الاسلامية، اهلا بحضرتك يا فندم. والكاتب الصحفي والصديق العزيز الاستاذ احمد رفعت، اهلا بحضرتك يا فندم. داعش الدولة الاسلامية في العراق والشام تدق على ابواب بغداد بقوة، والولايات المتحدة الامريكية ترسل رسائل طول الوقت يعني متباينة. امبارح اخذت من صديقي الاستاذ احمد رفعت كلام كان كتبه في فيتو، وانه يتوقع ان كل ما يحدث الان على ارض الواقع هو مخطط امريكي لكي تعود الولايات المتحدة الامريكية لاعادة احتلال العراق ويمكن بالمرة سوريا. صح ولا انا فهمت غلط؟ ده مظبوط. بنيت فكرتك على اساس ايه؟ ولا اسمح لي بس يعني اهني حضرتك بالعيد الميلاد الاول للقاهرة 360، حضرتك وكل اسرة البرنامج الاعزاء. في نفس المكان من 6 شهور كنت مع حضرتك هنا، وكنا في حلقة عن بعض التصور عن المؤامرات التي تحاك ضد الفريق السيسي ايامين. نعم. وفي اثناء الحوار تمدد الكلام الى عبارة انه الاتفاق الامريكي الايراني اللي تم موجه اساسا لدول الخليج بعد موقفهم من الحراك 30 يونيو اللي حصل، او ثورة 30 يونيو. بالحرف كانت الأستاذة فريدة الشباشي هنا. حضرتك سألت معقولة الاتفاق الخليجي الإيراني الأمريكي يكون سببه 30 يونيو؟ الأستاذة فريدة بكل قوة حضرتك تتذكر قالت نعم طبعا، و30 يونيو ده هيغير مسار العالم. قبل الحلقة دي بكام شهر كنا في حلقة أخرى هنا عن سوريا، كان موجود أستاذ سليمان الحكيم وأستاذ جمال نعم. سلطان حضرتك تتذكر طبعا. وأنا قلت بالحرف إنه تقريبا العراق مقسم، يعني على الأرض مقسم. وضربت مثل انه ممثلة العراق في احدى المسابقات الغنائية مكتوب في تعريفها كردستان العراق. كردستان العراق مش ممثلة العراق. نعم. داعش يعني تنظيم عامل اشبه الى حالة الاخوان المسلمين ايام مبارك، يعني خطر على الكل ومفيد للكل. مبارك بيستخدم الاخوان للتلويح لامريكا انه البديل بتاعي خطر ومرعب. امريكا من بعيد بتضحك وبتقول انه يعني انت مش فاهم حاجه، احنا عايزين دول اصلا، لان دول الطريق الوحيد لتفتيت المنطقه دي. الاحزاب السياسيه بتبص للاخوان وتقول لمبارك تعاون معانا، دول خطر عليك. وحتى المعارضه اليساريه ممثله مثلا في حزب التجمع كانت بتقول يعني وفضلت الدخول في صراعها الجذري مع الارهاب او مع الاخوان، واجلت صراعها الثانوي مع نظام مبارك، وعمل الدكتور رفعت سعيد يعني ايه تعاونه المعروف. النهارده في 3 متغيرات في المنطقه بتاعتنا. النفوذ الروسي اللي ابتدى يظهر تاني بكل قوه، التعاون المصري الخليجي وخروج الخليج
تقريبا من النفوذ الامريكي، نجاة مصر وسوريا من المخطط. نعم. كل ذلك خلى امريكا تعيد التفكير من تاني انه نفوذها بيضيع، وجودها في المنطقة على المحك، العودة الى المنطقة ضرورية. نعم. داعش زي ما ضربت مثل بانها الاخوان ايام مبارك، هي في المنطقة هناك خطر على الكل ومفيدة للكل. نعم. هي في سوريا وظفتها سوريا، اقنعت العالم كله ان المعارضة هناك ارهابية، يعني لولا داعش وجبهة النصرة كنا لسه في مسألة انه المعارضة هناك معارضة مشروعة وشريفة الى اخره. نعم. في المالكي كلنا دلوقتي ابتدت الاخبار تيجي انه جيش صدام القديم هو من يحقق انتصارات على الارض وليس داعش. لكن لما مالكي يقول ان داعش هي اللي بتحقق انتصارات والحقوا العراق من الارهابيين، يبقى مبرر ان امريكا تفكر في العودة مرة اخرى. عودة امريكا الى العراق من السعودية مستحيل، من الكويت صعب، من الاردن طبعا بعد تهديد داعش الاردن صعب جدا، سوريا مستحيل، ايران طبعا تفكير غير منطقي، ما فيش غير تركيا. وعشان كده تركيا هي الدولة الوحيدة اللي القنصلية بتاعتها داعش اقتحمتها وحطمت محتوياتها وكسرت يعني ده ملخص للتصور اللي هو مختلف عن كل ما يشاع في العالم انه الحقوا العراق الارهابيين جايين وهيحتلوا العراق. طب عايز اعرف راي حضرتك سياده اللواء مع رساله جايه من ايمن حسن بيقول اوباما قال النهارده العراق دوله ذات سياده ومش هندخل العراق، وداعش في الموصل بتهدد حدود الكويت، والسيسي قال مسافه السكه شكلها متظبطه لاحراج الرئيس. الكلام ده اتردد، وفي كتير بياخدوا رؤوس المواضيع ويبنوا عليها تقديرات. ليس هكذا تدور التقديرات. نبص بس على على المسرح. انا بتفق مع الاستاذ احمد ان في من يحرك هذه الرقعة كما تحرك قطع الشطرنج. تمام. وهو الجانب الامريكي. الهدف هو السيطرة على المنطقة والسيطرة عليها باضعافها، وجعل اسرائيل هي السوبر باور بتاع المنطقة، وهي المندوب الامريكي في المنطقة. تمام. هي امريكا كانت المنطقة في مرحلة ما تمثل لها قيمة اقتصادية كبيرة. نعم. تمام. دلوقتي لم تعد نفس القيمة الاقتصادية، يعني هي كانت امريكا بتاخد 60% من بترول العالم، رغم ان هي تعدادها بالنسبة للعالم 4.6 من تعداد العالم، كانت بتاخد 60%. نعم. دلوقتي بعد ظهور البترول في امريكا بقاش تعول قوي على المنطقة، والصين بقت تاخد 51% لوحدها من بترول العالم دلوقتي. فاذا هي مش عايزة المنطقة، يعني عايزة نظام الارض المحروسة بقى او المحروقة، تسيبها خربانة، ما يجيش بقى الصين وروسيا والناس دي تحط ايديها فيها، لا، انما هتفتتها ككيانات صغرى لتكون في امكانية اسرائيل. ده رقم واحد. بدأت الاستراتيجية بتاعتها باستخدام آليات اللي هي التنظيمات التكفيرية، اللي هي زي الاخوان المسلمين في مصر، زي داعش والنصرة في الشام وفي العراق، زي انصار السنة او انصار الشريعة. دي التنظيمات اللي كانت وكان الاساس اللي بيقود لها العملية هو الاخوان المسلمين. بعد 30 يونيو اختلفت النظرة واختلفت الهدف واحد، ولكن كان بعد 30 يونيو وبعد استخدام الامريكان لهذه الاليات اللي هي التنظيمات الارهابية، ان لقينا ان روسيا بدأت تدخل في المسرح وتتواجد بقوة. ايران بدأت تصعد مرة اخرى، وخاصة بعد ان المساعدة الروسية ليها. مصر خرجت من العباءة الامريكية ولم تعد 99% من اوراق اي حلول في مصر مرتبطة بالولايات المتحدة. الجزيرة العربية نفس الكلام. فبدأت تغير الاستراتيجية مع بقاء الاهداف. ازاي؟ ان هي تستخدم، يعني الكلام اللي احنا ناخد برضو نكمل، اللي حصل اتفاق النووي الايراني ده استراتيجية جديدة. الاتفاق اللي هو السوري او نقول جنيف 2 ده، كل دي استراتيجية ان تتعامل مع دول وليس مع تنظيمات. ده انا بس عايز ادخل اللي بيحصل النهاردة في العراق. تمام. دي استراتيجية جديدة هتدخل فيها انها تتعامل مرة اخرى. طيب عشان تتعامل مع ايران النهاردة، عشان يبقى لها نفس الوجود، ايران تتعامل مع منطقة الشام والعراق بالذات، او نقول المنطقة العربية، بنظرية رجل المطافي الذي لا يريد ان يطفئ الحريق
ولا يريد ان يتركه يلتهم كل شيء، ولكن يريد ان يشعر العالم في هذه المنطقة ان هو محتاج له في كل وقت. فالنهاردة ايران كسبت اوراق استراتيجية في العراق مع المالكي في وجود الشيعي هناك لمرحلة ما، وبتعرض انها تدعم. ايوه، بدأت العراق تخرج من العباءة، وهكذا تخيلت انها تخرج من العباءة الامريكية. ايران تصورت هذا. لما انا اجي النهاردة مع الاتفاق النووي، والاسبوع الجاي في وفد الماني رايح اللي هو في اطار الاتفاق 5+1 يتفاوض مع ايران نفس الاتفاق الايراني. نعم. في اوراق عايز اضغط بيها على ايران النهاردة. لا، اللي انت كسبته في العراق لا اهو خلاص النتيجة 1-0 مش لصالحك. فلما يقوم داعش النهاردة في العراق واللي كل اللي بتعمله ده ضد الشيعة، والجيش العراقي ينسحب رغم ان هو الاقوى ويترك اسلحته قدام شوية جماعات ارهابية، وفي ما فيش 24 ساعة وياخدوا السلاح ده يودوه على سوريا، محافظة نينوى بالكامل، وبالمرة البشمركة بتوع كردستان يستولوا على كركوك ويوسعوا ياخدوا النقط اللي كان عليها خلاف. هندخل في التفاصيل دي. عندي بس خبر عاجل من قناة العربية ان مسلحين من داعش بيحاصروا قاعدة سبايكر العسكرية الامريكية في تكريت العراقية، وبيحاصروا اكتر من 100 جندي بيها وسط اشتباكات بين داعش والمسلحين. هي نفس النقطة، بس عشانها ان هنا بنقول ايه، انت يا عراق انت محتاج لامريكا، والكلام اللي قاله الرئيس الامريكي هو مش هيتدخلوا بقوات على الارض دلوقتي، مش مطلوب خالص، لكن يقدر يضرب ولكن بالقوات الجويه بالقصفات الصاروخيه. ليه؟ عشان زي بيقول الرجل المطافي اللي مش هيخلي النار تاكل كل حاجه، انها في نفس الوقت لكن مش هيدخل يخلص على الحريقه داعش. لا هيضعف داعش فقط ليبقى الميزان كله في ايده هو. ده اللي منتظر من امريكا. طيب. واللي بيحصل في نفس السياق. عايز اسال شيخ خالد، احنا طبعا عمالين نسمع عن حرب شيعيه سنيه، والنهارده روبرت فيسك كاتب في الاندبندنت عمال بيقول ان الرابح الوحيد من هذا الموضوع هو المملكه العربيه السعوديه، وان المحور السني هو الذي ينتصر في هذه المرحله، ووجه مجموعه من الاتهامات الحقيقه الخارقه كده، يعني من خارقه من ناحيه ان هو رجل اخرق للمملكه العربيه السعوديه، في انها هي السعوديه اللي بتعمل كل ده مش الولايات المتحده الامريكيه. بمعرفتك بتركيبه الناس من عين الداعش وغيرها من التنظيمات، شايف الناس دي تابعه لمين وعايزه ايه وهتوصل لايه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو نعيد زي ما بيقولوا ساعة الزمن الى الخلف قليلا، يعني العصر الاسلامي الاول، وده تاريخ بتدرسه امريكا وبتدرسه كل الدول، ان الدولة الاسلامية اللي قامت، سواء كانت الدولة بعد الخلفاء الراشدين الدولة الاموية او الدولة العباسية، كان فيه مجموعة من الفرق الاسلامية اللي هي الخوارج كانت بتقلق هذه الدولة، يعني بتسبب لها انقسامات وبتشن حرب عليها. وهذه الفرق ما نشرتش الاسلام او ما قامتش باي حروب ضد دول مش اسلاميه، لكن سهامها كلها كانت موجهه للدوله الامويه والدوله العباسيه. الافكار ديت هي نفس الافكار اللي موجوده في افكار داعش وجيش النصره والقاعده، هي افكار الخوارج وافكار التكفير. بريطانيا نفسها درست الاسلام السياسي، ولورانس العرب مشهور وانها استطاعت ان يعني تهز الخلافه العثمانيه بانها الشريف حسين، وكان لورانس العرب بيلبس الزي العربي البدوي، وايضا يعني الحركه الوهابيه برضه استطاعت ان توظفها نوعا ما، والحركه المهديه. يعني في دراسه غربيه، وبريطانيا سبقت الدول الاوروبيه في استغلال جماعات من الجماعات الاسلاميه او جماعات اللي هي بتحمل فكر التكفير اللي يسمى فكر الخوارج. جماعه داعش هي زي ما احنا الساده المحاضرين عارفين والساده المشاهدين ان هي كان ابو مصعب الزرقاوي انشاها، ودلوقتي احد قادتها المشهور ابو بكر البغدادي. ابو مصعب الزرقاوي ده كانت افكاره تكفير اللي هو قتل، والقاعده تبرأت منه. نفس القاعده قالت ده افكاره تكفيريه ما تشابهش افكار القاعده. يعني ده فكر تكفيري واضح، فكر فج لا يمكن ان يلتقي مع اهل السنه قبل الشيعه. يعني هو مشكله لاهل السنه، مش كما يدعوا انها السعوديه تكون السعوديه من اكثر الدول التي يعني عانت من تنظيم القاعده ومن التفجيرات الارهابيه، وسببت لها مشاكل كثيره جدا التنظيمات. فلا يمكن السعوديه تكون هي مستفيده من هذا التنظيم. هذا التنظيم داعش عدو للسنه كما هو عدو للشيعه كما يزعم. التنظيمات دي بتسبب
قلق، يعني تنظيمات تفكيرها مضطرب وتصوراتها وتصرفاتها مضطربة، يعني ليست لها خطة ثابتة، ليس لها عدو محدد. هي كانت في الماضي وظلت شوكة في الإسلام الطبيعي المستقر، الإسلام البسيط السني السلس، دي شوكة قلق يعني دايما. والأمريكان وكل أعداء المنطقة وكله بيستغلها، زي سيادة اليوم قال، بيستغل هذه التنظيمات لأغراضه الخاصة أكثر من جهة تستطيع أن تستغل هذه التنظيمات. نعم. طب تسمح لي حضرتك معايا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ كفاح كريم. أهلا أستاذ كفاح. اهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بيك. يعني الحقيقة واحنا قاعدين بنتناقش، بنتكلم على ما تقوم به داعش الآن، وأنها هل هي أداة في أيدي الأمريكان، هل ما تقوم به هي أداة في أيدي أطراف أخرى، هل ما يحدث على أرض العراق في هذه اللحظة هو جزء من مخطط تآمري كبير على العراق كما هو على المنطقة؟ يعني بداية لنكون أكثر وضوحا في هذا الموضوع، أنا أعتقد سوء الإدارة، سوء إدارة السيد المالكي لدفة الحكم في البلاد منذ 8 سنوات انتجت الكثير من الخروقات والكثير من التنظيمات، بل إنها شجعت على نفور عام لدى الأهالي، خصوصا في المثلث السني في المحافظات الموصل، صلاح الدين، أجزاء كثيرة من كركوك، الأنبار، ديالا، بحيث تم تهميشهم أو إشاعة نوع من الشعور لديهم بالإخفاء والتهميش، ومن ثم التنكيل بالكثير منهم. هذا شجع كثير من المنظمات المتشددة والمتطرفة، سواء كانت داعش أو غير داعش، على النمو في هذه البيئة. أغلى مؤخرا لا يمثل داعش فقط، هناك من تحالف مع داعش من بقايا النظام السابق، حزب النظام السابق وهو حزب البعث العربي الاشتراكي. هناك فصائل أخرى تطلق على نفسها اسم فصائل ثوار الموصل أو ثوار الأنبار، وهم الذين كانوا يقودون الاعتصام منذ 2 سنين في الأنبار وفي الموصل، وتم غلق منابرهم واعتقال الكثير منهم. أنا أعتقد تماما هناك أيضا فصيل آخر من العشائر المستقلين الذين يتقاطعون مع إدارة السيد المالكي، هؤلاء كلهم كانوا يتقاطعون مع إدارة السيد المالكي، استطاعوا تحت شعار عدوك صديقك أن يلتئموا جميعا ويستخدموا داعش لكي تندفع وسط غضب شديد من الجمهور من إدارة السيد المالكي، قطاعات السيد المالكي العسكرية في الموصل وفي الأنبار، بحيث حينما دخلت إلى هذه المناطق كان هناك مزاج عام للأهالي، كانت متشنجة أساسا من إدارة السيد المالكي، وبذلك انهارت المنظومة العسكرية والأمنية التي لم تكن محط قبول واختراق. نعم. أنا أعتقد تماما أن المسؤول بالدرجة الأولى عن نمو مثل هذه التنظيمات وفي مقدمتها داعش هي سوء الإدارة التي استخدمها السيد المالكي وطاقمه منذ 8 سنوات في العراق عموما. نعم. بشكر الكاتب والباحث السياسي كفاح كريم محدثنا من العراق. مع كلام الأستاذ كفاح أستاذ أحمد، مع الخبر اللي جاي دلوقتي إن المرجعية الشيعية دعت العراقيين لحمل السلاح ومقاتلة ما وصفته بالمسلحين الإسلاميين المتطرفين السنة بهدف وقف زحفهم المتواصل منذ 5 أيام نحو بغداد. هل هذا هو ما تم التبشير به أنها سوف تكون حرب بين السنة والعراق، وأن هذا هو الحال اللي في الآخر خلاص هيقضي على المنطقة تماما؟ هو في كل الأحوال واضح أنه في دفع إلى سكة الصراع الطائفي، حتى في نوعية وعناوين وصيغة الأخبار. الشيعة عملوا، السنة عملوا، السعودية المالكي استبعد كذا، وهو فعلا وضع ان في حالة زي ما قال الأستاذ كفاح، وضع ان في حالة من حالات النفور من أساليب المالكي في تهميش السنة وأنصار صدام حسين. حتى في شيعة ضد المالكي، يعني حتى في شيعة ضد المالكي، لكن هو في المثلث المتوسط في العراق اللي هو فيه السنة، اللي فيه العشائر النهارده منتفضة، السواعد وخزعل والتميمي والعبيدي واغلب مش داعش لوحدها، مش داعش لوحدها، بس لو جم الامريكان ضد حكم المالكي وضد حكم المالكي، لان هم في شعور انه في غبن او ظلم حاصل للسنه في العراق. مش عايزين احنا نطقف يعني ونخلي الصراع طائفي، لكن الواقع على الارض بيقول انه في السنه حاسين
من ساعه ما حكم الملكي في العراق يمكن اكثر من 6 سنوات، انه في ظلم على اهل السنه في العراق. في نبره طائفيه للملك، في نبره طائفيه. فهنا بقى على ردا على كلام الدكتور خالد، السنه اكثر ناس عارفين ان الفكر التكفيري خاطئ وخارج عن الاسلام ويتصادم معاه، لكن عندما تحقق داعش انتصارات على رجال الملكي، العشائر السنيه بتكون في حاله تعاطف او حيره، يعني هي تبقى ضد داعش ولا تبقى متعاطفه معاه لانهم يحققون انتصارات على العدو الاساسي او الخصم الاساسي الحالي للسنه هناك. طيب، ومن هنا جايه فكره انه الانتصارات اللي بتحقق، لو الكلام ده مظبوط، عزت الدوري ورجال صدام او الجيش العراقي القديم، لو هو اللي بيحقق انتصارات، لو جم الامريكان هيضربوا داعش ولا هيضربوا يعني استدعاء الامريكان في اللحظه دي جاي عشان مين؟ يضرب مين فيهم؟ رسالة من مناي بتقول: هل الدخول الموصل القريب من الكويت الخطة القادمة لغزو الخليج؟ والدكتور أيمن بيقول: داعش هي صنيعة مخابرات دولية هدفها زعزعة المنطقة العربية بعد فشل المخطط الإخواني في مصر. هتفضل لحد إمتى هذه التنظيمات الجهادية والإرهابية والمتطرفة شوكة في ظهر كل الأنظمة العربية في الفترات اللي جاية وفي المستقبل؟ احنا إذا عرف السبب بطل العجب. في هدف أمريكي في المنطقة هي التي تديره، ان هي عايزة تفتت هذه المنطقة. لم تجد افضل من هذه التنظيمات التكفيرية لتفتيت هذه الدول من الداخل وبأقل مجهود. ربنا رحمنا في مصر ان احنا تخلصنا من هذا مبكرا في 30 يونيو. طيب، هل هي هتترك الاخرين؟ لا، مش هتترك، ولا حتى هتتركنا. ولا هتتركنا ازاي؟ ما هي بتعمل ايه دلوقتي؟ في استراتيجية اسمها ايه؟ شد الاطراف لاضعاف القلب. ولذلك هتجد العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، كل ده بيشد الاطراف. عايز يوصل. طب القلب فين؟ مصر، السعودية. ما قدرش ان هو يقتحمهم، وما قدرش انه يعمل فيهم اللي اتعمل في العراق او في اليمن او في ليبيا. ولذلك كل اللي بيعمل دي هي مقدمة. عايز يوصل لمين؟ عايز يوصل لمصر، عايز يوصل للسعودية. ولذلك احنا بنقول ايه؟ الاخت او الاخ اللي كان بيقول مسافة السكة ده امن قومي. الامن القومي المصري لا يبدأ من الحدود المصرية، ولكن دائما من خارج الحدود. نعم. زي ما امريكا بتؤمن حدودها. بس كده مش بتجر رجلينا باللي بيحصل ده؟ لا، مش هتجر اطلاقا. ما هو حتى ولو هم عايزين يجروا رجلينا، احنا مش بالسذاجة دي ان احنا مجرد ما يحصل شوية تفجيرات او شوية اعمال ارهابية في دولة من الدول ان احنا نتقدم. احنا قلنا الدول، ولذلك هذه الدول ديت لمين؟ دول الخليج او الدول السعودية فيها جيوشها، فيها قواتها. لو لا قدر الله في حاجة هتتم فيها تفوق قدراتها هي. انما انا لو حاجة في مقدرة جيوش هذه الدولة خلاص بتتصرف. نعم. وانا لن اتدخل الا اذا طلبت هذه الدول المعاونة، وده واجب عليا. مش هقدر ان انا اتأخر لحظة. لكن مجرد ما اي دولة من الدول دي هتطلب، الامن القومي المصري والامن القومي العربي يستدعي فورا او يقتضي ان انا لازم اتدخل مسافة السكة. نعم. شيخ خالد، مين معلش بره الموضوع، مين ابو حمزة المهاجر؟ هو قيادات كلها يعني تكفيرية، قيادات على الفكر. بس ده واضح ان هو مهم قوي. لسه من شوية جون كيري والادارة الامريكية حطوا مكافأة 3 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات عن أبو حمزة المهاجر، اللي وفقا للمعلومات الاستخباراتية موجود داخل مصر وتحديدا في سيناء. والله يا أمريكا دايما بتكبر قيادات الحقيقة وبترصد لها مبالغ، والقيادات دي بتكون قيادات هو عضو سابق في التوحيد والجهاد، والحقيقة وشارك في عمليات إرهابية 2004 و2006 في سيناء. أنا الحقيقة ما عنديش معلومات عنه، لكن أنا شفت أمريكا رصدت ناس وكنت أعرفهم شخصيا، إمكانياتهم متواضعة جدا، وأعرفهم قبل ما يتركوا مصر معرفة شخصية. أمريكا الحقيقة بتهولهم. المخابرات المصرية والأجهزة الأمن المصرية كانت ببساطة بتقبض عليهم وبتستطيع أن تصل لهم. الهيلمان اللي بتعمله أمريكا ده كلها بربنده عشان نعرف أن أمريكا دي دولة مش القوة الخطيرة اللي هي موجودة. لو هو موجود في سيناء لا يعمل مكافأة يتركوا الأمن المصري ببساطة إن شاء الله. هو في سيناء هيوصلوا الأمن المصري ولا عشان خاطر يكبروا زي ما حضرتك تقول أسامي، تبقى بعد كده أسامي تتظهر لنا إنها بالضبط زي مش عارف أبو بكر أنا يعني مش عاوز أذكر أسامي عشان هي قتلت. أسامي أنا عشفتها وقابلتها وانا في السجون من اضعف ما يكون،
وامكانياتها محدوده جدا، وامريكا تكبرها وترصد لها، وفي الاخر يعني لو ترك الامن المصري الحقيقه. انا الحقيقه يعني نقطه يعني صرعتني وانا بسمع داعش من يومين. شعرت بحجم المؤامره وحجم الظلم الامريكي اللي وقع على الشعب العراقي بغزو امريكا للعراق. يعني وده يخلينا اي تحركات لامريكا، اي تأييدها للاخوان. يعني انا من الناس استفزني لما جيت لحضرتك كان قبل 30 يونيو. نعم. وانا ونبيل نعيم وقلنا للمشير يتحرك، وجاب لي ريبه ان امريكا تأيد الاخوان. امريكا الجرم اللي عملته في العراق والزلزال المتفجر، وان الجماعات دي ظهرت بهذه القوه بعد انها عزلت صدام، داعش والنصره وكل الجماعات التكفيريه والجماعات التخريبيه اللي ظهرت كانت بعيده عننا في افغانستان. الحياه دي يعني لم تاتي لا بديمقراطيه ولا للعراق. طيب يعني المنظمات دي اللي عامله بتطلع عامله كده زي عيش الغراب ده اللي بينتشر كده بالشكل ده. انا هقول كلمه وانهي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الحقيقه وكانه يرى الواقع على الخوارج بالذات، كلما ظهر قرن قطعه الله. يعني تطلع جماعه وتنتهي تماما. كل جماعات الخوارج دي تطلع، وكانت ايام برضه الصحابه والدوله الامويه والدوله العباسيه بيطلعوا بهذا الكم وبهذه المسميات وهذا العنف وهذا الضجيج، وضاحكين على الشباب الصغير ده اللي معاهم، حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام. يعني يقولون يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. يعني بيصلوا زي ما احنا شايفين ويدعوا زي اللي عادل حباره اللي قالوا باذن الله وان شاء الله، ويدبح عساكر براء. يعني كلها بيستخدم الفاظ الدين والرسول. وواحد منهم اولهم املى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعدل فانك لم تعدل. يعني ابو هؤلاء الخوارج كلهم وكل الجماعات دي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فانك لم تعدل. يعني نفس الطريقه الصحراويه، الطريقه العنيفه الحاده في فهم الدين. علاء منسي بيسأل المنظمات الإرهابية ليه مش بتظهر غير في فترات معينة وتوجد بالوطن العربي خاصة، وهل هذه خطة بديلة عن الإخوان في الوطن العربي؟ هم ليه فعلا مش ظاهرين غير في الوطن العربي؟ يعني شوف، من المنطقة الموجودة من كراتشي إلى الجزائر هي دي منطقة التفجيرات والقنابل والعربيات يعني حتى مش موجودين في باقي الدول الإسلامية اللي خارج هذا. هي دي المنطقة المستهدفة، هي دي المنطقة المستهدفة في العالم كله. طب هل وجودهم، هل يعني هو فعلا، يعني احنا بنبالغ لما نقول دول صنيعة أمريكية؟ انا بفتح كل يوم الجورنال، الجرايد، اسمع عن مخططات وتم كشفها ومصادر قالت ومصادر، وتم احباط مخطط ومخطط جديد. انا تهت من كتر المخططات اللي بيتم كشف عنها بمعدل في 5 بيكشف عنهم في اليوم في 5 جرايد مختلفين. كصحفي شايف ده ازاي؟ لا يعني زي ما قال الاستاذ خالد، يمكن الموضوع قديم. يعني المنطقة في حالة صراع مستمر، المنطقة في حالة اختبار مستمر. الحمد لله مصر يعني بعهد الله في كتبه السماوية في القرآن والإنجيل مصونة ومحفوظة. والإسلام الوسطي الراسخ الأزهر. صحيح. وعشان كده احنا طالعين من اختبار الآخر ومن إحباط مخطط تمزيق المنطقة من إلى آخر. لكن فكرة اللي حضرتك لسه سائل عليها سيادة اللي هو فكرة استدراج مصر، أو إن المسألة كلها فخ لاختبار يعني قدرة مصر على إنفاذ أو هذا التحالف الجديد بين الدول العربية وبعضها البعض. ما هو محور مصر الخليج دلوقتي مستهدف طبعا. مستهدف طبعا. إفشال المخطط القطري الأمريكي عامل صداع عند أمريكا وعند قطر بحالة هياج وحالة هستيريا. استدعاء داعش وغيرها لاستبدالهم ودخولهم على الخط مكان الإخوان، يعني ما فيش أكتر من كده بروز. فكرة استدراج مصر إلى العراق واختبار قدرة مصر على إنفاذ كلمة رئيسها اللي هي مسافة السكة، ربما تبقى وردة. مصر يعني لسه في حالة نقاهة، بتبدأ عهدها الجديد، خارجة من مرض لمدة 3 سنوات، بتلملم نفسها وبتستعيد قوتها على كل المجالات. ربما يبقى مبكر جدا انه مصر تنطلق الى، ولذلك في عدة شروط اذا مصر فكرت انها تذهب الى العراق.
لانه طبعا على الفيسبوك وحضرتك شايف المواقع كلها يلا بقى انقذوا العراق ورونا شطارتكم الى اخر المصطلحات. عشان كده بقول انا عندي مستشعر كده تهييج الناس انها تبقى هي عماله طول الوقت استدراج مصر. نعم. اولى الشروط انه يبقى في طلب من الحكومه العراقيه وموافقه الممثلي الفصائل الثلاثه الاكراد والسنه والشيعه. 2 انه يكون طلب في اشتراك مصر في قوه جماعيه مش مصر مش تروح بمفردها، يبقى في موافقه الامم المتحده، يبقى في مظله دوليه وموافقه دوليه. لكن ان تذهب مصر بمفردها او قوات مصريه حتى لو بتمويل او بدعم من الملكي او غير ملكي، اعتقد يبقى في خطوره. سيادة اللواء، عندي رسالة بتقول بمناسبة جيش العراق وداعش، الضباط والجنود في سيناء كانوا يرفضوا الذهاب لتلقي العلاج بالمستشفيات حتى لا يتركوا أماكنهم أثناء الهجمات الشرسة للتكفيريين يوم 5 يوليو الأسود 2013. هذا هو الفارق، إيمان بالله، عشق التراب، احترام العلم، ضابط وافتخر. ده صح، ده حقيقي. ما هو يعني ايه الكل بيسأل ازاي الجيش العراقي فر امام هذه المجموعات الارهابيه من داعش 30,000 وتركوا محافظه من اكبر المحافظات وفي 2 مليون ده نينوى دي فيها 2 مليون عراقي. لما يجي فيه حوالي نص مليون او حوالي مليون بيحاول ان هو يسيبها ويهرب قدام الناس دي. الجيش اللي موجود في المحافظه يسيب اسلحته ويفر. ده بنقول ايه يعني؟ دايما نحط في قدامنا الحته دي. جيش في اي وطن هو المغناطيس الذي يجمع هذه القوة، دي القوة المركزية لأي بلد. ولذلك أول حاجة بتعملها أمريكا أول ما تدخل أي بلد، وزي ما احنا للأسف كنا نطلب الحظر الجوي، يعني هي تعمل القلاقل دي عشان الحكومة تيجي تتدخل يقول لك في حظر جوي عشان تبقى القوة متكافئة. أول ما تخش ما بيعملش حظر جوي، يروح ماسك القوات المسلحة مدمرها بالكامل ويبدأ بالقوات الجوية. وده اللي حصل في أمريكا، في العراق وفي ليبيا. تمام، مفيش جيش، فمفيش مغناطيس يلم القوى دي جنبيه. الناس بتتقاتل لوحدها. لو جيش اي بلد فيه اي عدو فيه والجيش بيتدخل ضده عمر ما تقوم حرب اهليه. لكن لما جماعه بتقاتل جماعه، هو ده ايه؟ الذريعه بتاعه الحرب الاهليه. نيجي بقى للي حصل في جيش العراق وليه اللي بيدي فرق طبعا شتان بين ده وده. نعم. لما اعيد بناء الجيش بعد تدميره في 2003 بني جيش بلا عقيدة قتالية. يعني في دبابات، في طيارات، في جيش، في ناس مسلحين، انما اين هي العقيدة؟ عقيدة قتالية يعني ايه؟ هي الاجابة على السؤال لماذا تقاتل. الراجل النهاردة ده شايف الوطن بتاعه متفتت، بلده متفتت. طب هو يحارب مع الشيعة ولا مع السنة ولا مع الاكراد؟ طب هو منين؟ هو ايام صدام رغم انه كان ديكتاتور الا انه كان كله في جيش واحد. اللي حارب ايران دي كلها كان الجيش اللي فيه الشيعي والسني والكردي، في جيش وطني عراقي على وطن. ما فيش بقى ايه، ما فيش الطائفيه. نعم. فاذا الجيش اللي النهارده بني على طائفيه ولم يبنى على عقيده الوحده الوطنيه فهو ليس بجيش، وبالتالي بمجرد ما بس اي قوه قدامه ساب سلاحه وجري. نعم. دي ببساطة يعني. طيب شيخ خالد، جاي لي معلومة عن المهاجر ان هو ولد في سوهاج وانضم لجماعة جهادية اسسها ايمن الظواهري في 82 وهو النائب الاول لابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. هل ممكن يكون النائب الاول لابو بكر البغدادي موجود في سيناء؟ انا الحقيقة ما اتصورش ان سيناء يعني ان بهذه الفوضى وان يكون موجود فيها. ده عبارة عن يعني بخبرتي بالجامعات وفي الوضع في سيناء دلوقتي والانهيار اللي فيه الجامعات وانها مخترقة وانه لا يمكن يغامروا ويجيبوا نائب البغدادي هنا في مصر، لان الجامعات دي من اسهل التنظيمات اللي ممكن اختراقها. تكفروا ان تجندوا الامن موجود مصريين سهل جدا. دكتور ايام ابو مصعب الزرقاوي طبعا كانوا موجودين. وبعد ما مات ابو بكر ابو عمر ابو مصعب الزرقاوي اللي جه بعده كان معاه مصريين برضه. طبعا. يا ريت بس اوضح حاجه في سيناء بالذات تحديدا. يعني الوضع في سيناء القبائل تعرف بعضها فردا فردا، ده رقم واحد. رقم 2 يعلموا كل سيناء شبر شبر مين اللي فيها ومين المسؤول عن الاماكن دي. ما حدث في سيناء في فتره ما قبل 30 يونيو، تمام، ان كان في ناس اللي هم التنظيمات اللي استخدمها مرسي وقدروا ان هم يغرروا ببعض الشباب واعداد قليلة جدا
هذه الاعداد من الشباب من سيناء، ولذلك هتجد ايه كل الاهداف. سيناء 61,000 كيلومتر مربع، كل اللي بيحصل في مسافة اقل من 1000 كيلومتر فوق في المنطقة في الشمال في تمام، وقريبة من الانفاق. شغلة الشباب اللي كانوا غر بيهم دول ايه؟ هو تقديم الخدمات اللوجستية او كأدلاء. لان سيناء لو جينا نبص المسرح ده، لو عايز تعمل حرب عصابات هي افضل حرب عصابات، انما لا يقدرون على هذا على الاطلاق في مواجهة الجيش المصري في الصحراء او في المناطق الجبلية دي. فلو الناس دي موجودة مش هتقدر تعمل حاجة، لان ايه النهاردة بدأ شباب سيناء والقبائل بدأت هي اللي تتصدى لهؤلاء الناس بعد الجيش ما اثبت او سيطر على الوضع تماما. يعني اخر وضع اللي تدخل فيه قبائل في جبل المغارة كان شباب القبائل البدو بتوع سيناء، هم اللي بدأوا يتدخلوا ويحملوا السلاح ضد هذه الجماعات الارهابية. ولذلك سيناء ان شاء الله ايام او شهور ولن يكون فيها ارهاب مرة اخرى. انا اقول للكاري بس الاول ان المهاجر ده مش موجود في سيناء وناخد مليون دولار. انا عاوز يعني يعني سيادة اللي هو بتفق معاه الاول في موضوع سيناء. في موضوع الجيش المصري ان هو يروح العراق ده مستنقع طبعا ما يدخلش فيه. لكن العراق الكويت لو تعرضت لاي اعتداء لابد نعرف ان الجماعات ديت ما تقدرش تغزو دول، هي تستطيع ان تحدث فوضى داخل الدولة. لكن كجيش منظم يهجم على دولة لن تستطيع. هم واخدين حبوب الشجاعة. اذا الكويت تعرضت لاي خطر فطبعا الجيش المصري واجب عليه انه يجده بسهولة. الجيوش العربية هيقهر بمنتهى البساطة اي نقطة. النقطة الثانية برضو اللي انا عاوز اقولها يعني نقطة تاريخية وذكرني بها الاستاذ احمد ودرسها الغرب جيدا يعني على الصراع بين الشيعة والسنة. الدولة العثمانية كانت منطلقة بعد ما اخذت البلقان وداخله على روما، وكانت هتصل الاندلس، كانت هتضرب حصار حوالين البحر المتوسط، حصار اللي فات في الدوله مش الدول الاوروبيه، الدوله الصفويه في ايران. الصراع اللي بينها وبين الدوله العثمانيه هو اللي اوقف الغزو العثماني للدول الاوروبيه. فهي تعرف جيدا ان الصراع السني الشيعي مهم جدا لمصلحتها هي وللدفاع عنها، عشان خاطر تبقى موقفه اي نوع من انواع افكار التمدد. اتفضل. انا شايف انه التصريح كيري ووضع المكافاه لمن يعني يعطي معلومات عن ابو حمزه المهاجر في نفس اليوم اللي كيري قايل فيه انه الوضع في العراق يتطلب نظره دوليه، وفي نفس الوقت اللي اوباما في نفس اليوم اللي اوباما قايل فيه انه كل الخيارات في التعامل مع الارهاب في العراق مفتوحه. اعتقد ان كيري بيهدف الى توسيع دائره الخطر بما يقنع المنطقة بتقبل التدخل الامريكي. يعني ان الخطر جاي من مصر؟ لا، الدائرة بتكبر والتساؤلات معاها بتكبر والتعاون لازم يكبر. يعني انت التعاون يعني يدخل معاه الدول الاوروبية، يدخل معاه تحالف دولي. هو مش هيقدر يجي لوحده. هو اولا عنده حلف الناتو، هو مش يعني جاهز يبقى غطى للتدخل الامريكي. امريكا يعني الفترة اللي هي 10 سنين بتستخدم حلف الناتو كمخلب زي ما عملت في ليبيا على سبيل المثال. بس يعني هل النهارده الناتو ممكن ينجر معاها في هذا الموضوع؟ هو مش بينجر، هو اصلا يعني الحلف تابع لامريكا. بس يعني بس برضه في بلاد ليها عندها نوع اوروبا قال النهارده الكويت يعني تقريبا قياداتنا فيها بتستغيث مما يجري زي ما حضرتك قلت من شويه. نعم. طب الناس دي منين انهزمت في سوريا فقويت في العراق؟ داعش دول يعني ازاي الكلام ده حصل؟ يعني في دلوقتي ميزانيات بتدفع لهذه التنظيمات الارهابيه، واللي مطلوب منها اعمال احنا بنسميها هي الحرب بالوكاله. والحرب بالوكاله هنا مش شرط ان انا استولي على ارض او احقق اهداف كبيره، ولكن هي يكفي انه هي النهارده جعل الحكومه في العراق تطلب تدخل من امريكا. هو ايه مطلوب منه اكتر من كده؟ ايه بس هو خيبان في سوريا، يعني واقف في سوريا منهار وحالته حالة سوريا في جيش سوري، جيش قوي ليه قيادة رغم اختلافنا في اي شيء تاني، الا ان ما زال هناك جيش سوري بقيادة بتنظيم ويعمل بعقيدة ويدافع عن ارض سوريا. اما في العراق فلا يوجد لا جيش ولا عقيدة قتالية ولا فكرة مواطنة. واعتمدوا على ده فقدروا يدخلوا، واعتمدوا على كده ودخلوا خدوا 425 مليون دولار من البنك ويرجع فكرة المواطنة. والاكثر من هذا في نقطة مهمة جدا. يعني الناس دي لما تدخلت وتدخلوا ضد او هكذا بدأ ان هم ضد الحكومة الشيعية في السنة
ليهم مشاكل معاها مع الشيعة ومع الحكومة، فزي ما بقول ايه، عدو صديقي، او ان هو بيعمل حاجة. تباعوا القضية لحد ما نشوف تحلها ازاي. تماما، يعني هنا ايه، التضامن مع بعض ضد عدو مشترك، ده اللي حصل، وده التخطيط اللي بتعمله اجهزة المخابرات في المنطقة، تدير كيف تحرك كل هذه القوى. انا يعني عايز اقول حاجة، لما اجد واحد رايح من رايح من كلهم رايحين في اتجاه هدف واحد، لا يمكن يكون ده تصرف عشوائي، لابد من قياده بتخطط، عقل مدبر بالظبط كده، وقياده واحده عارفه لما كل الناس بتتحرك في اتجاه تمزيق الامه العربيه من كل الدول، بنشد الاطراف كلها في وقت واحد، من اليمن لسوريا للعراق لليبيا، وكله بيشد في نفس الوقت. عايز مين؟ عايز يمزق القلب من الداخل. اذا هذه استراتيجيه مفهومه باهداف مفهومه. طب عايز اسال شيخ خالد، فين مقتدى الصدر؟ الحقيقه يعني من فتره، من ايام ما عمل مقتدى الصدر، الميليشيات بتاعه كانت ميليشيات ضعيفه جدا ومضحكه جدا وملهاش اي قوه على الارض، مش حتى بندقيه فل يعني يطلعوا بيها جوفاء من يوم ما كان هو اعلن اعتزاله العمل وهو نفسها. انا الحقيقه الست اللي هو الموضوع، وانا داعش راحت في منطقه فيها تجمعات ضد المالكي ومظلومه، فيها الجيش العراقي اللي بيقولوا بقايا صدام، بقايا الجيش الوطني، دول وطنيين، الجيش الوطني فيها العشائر، لكن داعش ما راحتش جنوب العراق، لم تستطع في جنوب، لا تستطيع ان تفعل ذلك في جنوب العراق ولا في شمال العراق عند البشمركه، لا، لان دي منطقه شيعه. المالكي بيمهد لاستدعاء الحرس الثوري الايراني، يعني المالكي، امريكا مش هتتدخل، الحرس الثوري الايراني جاهز، الحرس الثوري الايراني يستطيع في المنطقه قريب ويعدي قريب في المنطقه الجنوبيه لكن في المنطقه الوسطى في العراق لو دخل هيقاتلوا الجيش العراقي، هيقاتلوا العشائر، لكن بحجه داعش يعني الحرس الثوري الايراني يستطيع ممكن يجي يقوم بيه. ممكن يدخل. مصطفى العراقي بيقول المشكله ان الجيش انقسم الى سنه وشيعه وقتلوا بعضهم في الموصل وتكريت. هتخلص على ايه؟ حته من العراق على حته من سوريا تاخدهم داعش تفتحهم على بعض وتعمل دوله جديده، سايكس بيكو جديده. والله المساله ربما يعني احنا في 30 يونيو القدر تدخل وانقذ مصر من مأساة تاريخية. ربما النهارده جيش صدام زي ما الدكتور خالد قال، الجيش الوطني طرحه مش طائفي، طرحه قومي عروبي، يحصل زي اللي حصل في ليبيا، ليه رنين عند يظهر خليفه حفتر ليه عراقي في عراق، ليه صدى وليه رنين عند القوميين العرب في المناطق الشيعيه، طرحهم برضو غير طائفي وغير شيعي يعني شايف ان العروبه الان والطرح القومي هو الحل في الان. ما يحدث في العراق هو الحلم لتحقيق الهلال الشيعي، ده احمد السادة. يعني حضرتك بتقول حفتر في نظر الكثير من المصريين بطل قومي ليبي، وفي نظر الليبيين ايضا، فهل احنا منتظرين بطل اخر يظهر في العراق فينهي كل ما قام به الامريكان على مدى 10-11 سنة؟ وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ليه ما يطلعش صلاح الدين؟ ده صلاح الدين طلع من الأكراد، من هناك، من نفس المكان ده، يطلع رجل عربي قومي يوحد العراق مرة أخرى. يعني إذا كان في اختلافات لن تبقى. الأمة العربية شافت ما هو أكثر من ذلك، وشافت من الضعف ومن الهوان، ولكن تجمعت، لأن مقومات الوحدة عندنا في الأمة العربية أكثر من مقومات الفرقة. موجودة كل الآمال، الآلام، اللغة، القومية، الدين، كل الكلام ده موجود. خدناه في المدرسة، أنا فاكر خدناه وحافظينه وفي دمنا، مش بس محتاجين حد يسمعه لنا. بس الأجيال الجديدة لا إطلاقا. ليه؟ هيفوقوا في استفاقة دلوقتي، هيفوقوا، كل الناس دي هتعرف الوعي. انت سألت والآلام المشتركة هتجمعهم النهارده. سألت حضرتك سؤال مهم جدا، قلت هل داعش هتاخد منطقة من سوريا ومنطقة من العراق وتقيم دولة؟ استحالة. هذه الجماعات وهذه الأفكار أن تقيم دولة مستحيل. لم يستطع الخوارج على مر التاريخ من عهد علي بن أبي طالب. بلاش دولة، يعملوا منطقة معزولة. منطقة المعزولة هتنتج هيقاتلوا بعض، هينقسموا، دي سنة الله سبحانه وتعالى فيهم، والتاريخ بيثبت هذه. هينقسموا، داعش دي هتروح مقسومة الاثنين، القتال بينهم لحد ما يفنوا بعض زي الأميبا كده ولن يقيموا أبدا دولة. يعني هو بيقولوا الإسلام والحاكمية. ايوه، بس هم يعني اللي أنا فهمته من كلام حضراتكم كلكم إن هم ليسوا ذوي صفة،
ولا أهمية، ويروحوا مطرح ما يروحوا مش مهم، ولكن من يحركهم هو ذو الصفة اللي عايز يوصل ان هو يستخدمهم، وبعدين يروحوا في 60 داهية هو يبقى حقق غرضه. ازاي هنتعامل مع اللي بيحركهم ده؟ نعمل ايه؟ الموضوع سهل سهل. نتحد. مش في جامعة الدول العربية احنا بنجتمع عمال على بطال، عملنا ايه؟ محمد العرايشي هو بيقول اذا لم تخرج جامعات الدول العربية من عباءة امريكا ويتم اعادة هيكلتها واتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الوطن فنحن نستحق القادم وهو الأسوأ. ده حقيقي. جامعة الدول العربية تنجح في مثل هذه الظروف. مش لازم جامعة كلها بكاملها، على الاقل ولو نقول ايه زي ما احنا النهارده مع دول الخليج ومصر في نقول دفاع مشترك، في اتفاق اهداف، في اتفاق مصالح. قد يكون هذا التجمع على مستوى الشام، سوريا، لبنان، العراق، لابد وان تجمعهم مصلحة، المغرب العربي وليبيا. اذا احنا على الاقل تجمعات تتفق، نستغني عن تدخل الطرف الاجنبي، مش وما نطلبش من اي طرف زي ما غلطت جامعة الدول العربية وطلبت تدخل الحلف الاطلنطي في ليبيا وفي العراق. هي دي الكارثة بتاعتنا. كرجل تؤمن بالقومية العربية، هل تعتقد ان هذا الحل قابل؟ هي القومية هي الحل. الحل اللي تبعد بيه عن الحلول القطرية اللي اثبتت فشلها باليقين، والحلول الطائفية اللي اثبتت بمجرد ملامح كده انها ذاهبين الى كوارث. القومية هي الحل، وفي يقظة شعبية عروبية في الشارع زي ما قلت له. لازم الجامعة الدول العربية او الحكام العرب يبقوا على قد الشعور الجاري في العرب دلوقتي. شوف انا مستبشر جدا. الكرب هان. انا مستبشر. دي مقدمة ان شاء الله لوحدة عربية قد تغيب سنوات ولكن ليست الى الابد. انا مستبشر جدا. مصر الاتجاه الوسطي، الاتجاه القومي العربي الاسلامي الوسطي هو اللي تغلب. صحيح. الشعب الليبي شعب مش متعصب، سيسقط تتار في ليبيا بسهولة جدا. الشعب الليبي شعب زي طبيعة الشعب المصري، بسيط، سهل تدينه، قوي، كل الجماعات دي مصيرها الانتهاء. وان شاء الله سيشرق فجر جديد على المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية والمنطقة العربية، وسينتهي تلك الجماعات ان شاء الله. طيب يعني للأسف وقتنا انتهى في هذا الحوار الجاد. الحقيقة الأطراف الحوار كلهم لديهم الكثير من العلم والمعرفة أضافوا بها لهذا الحوار اللي ممكن يمتد بينا ساعات، ولكن في النهاية وصلنا إلى بعض النقاط اللي احنا لازم كلنا كعرب نهتم بيها ونتفق ونلتف حولها، وهي عودة فكرة العروبة مرة تانية. قبل ما اختم بس عندي هذا البيان اللي صادر عن صوت العراق اللي بيقول: ظهرت قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق الذي حله الامريكيون عام 2003 في الموصل خلال الايام الماضية، اذ اعلن المجلس العسكري للمسلحين في المحافظة الساقطة عن سيطرة الحكومة العراقية عن تعيين محافظ جديد كان عسكريا في جيش النظام السابق. ووردت انباء عن تداول اسماء عدة منهم العميد هشام الجماز واللواء ركن أزهر العبيدي من الجيش العراقي السابق لتولي منصب المحافظ، ولكن لم تؤكد شخصية المحافظ حتى اليوم. ألعاب أخرى بتحصل، احتمال الموضوع محتاج المزيد من النقاش. بشكر ضيوفي الكرام في القاهرة 360 سيادة اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، شكرا لحضرتك يا فندم. وبشكر الشيخ خالد الزعفراني